بزاف ديال الناس كيكونوا راسهم عامر باغيين يقراو هادي، باغيين يتعلموا هادي، باغيين يديروا هادي، باغيين يديروا هادي. وفاش كيجلسوا واحد الجلسه باش يبريباريو، باش يقراو شي حاجه، باش يتعلموا شي حاجه، باش يخدموا واحد الكور، باش يخدموا دي زيكزيرسيس، كيفقدوا داك التركيز، ما كيقدروش يركزوا بواحد التركيز عالي، يعني لان مشتين، لان التفكير ديالهم مشتت. ما كنهضرش دابا مع هذوك اللي مضاربين غير مع التليفون، هذوك اللي مضاربين غير مع التليفون هذوك خليهم، هذوك مره اخرى نهضروا معاهم، ولكن كنهضر مع الناس اللي محفزين، الناس اللي باغيين يقراو، الناس اللي باغيين يوصلوا لشي حاجه مزيانه في حياتهم، ولكن مع ذلك ما كيقدروش انهم يجلسوا يركزوا، يعني عندهم واحد التشتت في الافكار. كيفاش الحل ديال هادشي هذا، وطريقه التنظيم اللي كنستعملها شخصيا، اللي كنستعملها باش كننظم الافكار ديالي، باش كنحس بواحد الراحه فاش كنجلس نبدا نبريباري شي حاجه وكنركز بواحد النسبه عاليه جدا. شنو الحل؟ الحل هو انك هذوك الحوايج اللي باغي دير انت، كل شيء اللي باغي دير في حياتك كامله، اللي باغي الاهداف الكبار نخليونا نسميهم اهداف كبار. هذوك الاهداف الكبار كتبهم في واحد المذكره، ماشي في ورقه، كتبهم في واحد المذكره وكتبهم مرقمين، ولا كتبهم غير هكاك، ولا مهم يكونوا مكتوبين، بحال بالك غادي يخوى منهم صافي راه مكتوبين. داكوغ، هادو خاصك تكتبهم اهداف كبار، ما غاديش تكتب شي حاجه اللي بسيطه اللي خصك ديرها غير في نهار. اهداف الكبار من بعد شنو غادي دير باش تسهل عليك الخدمه وباش تنظم وباش تركز؟ غادي تاخذ واحد الورقه غادي تكتب فيها الايام ديال الاسبوع، اسبوع فقط، اسبوع واحد من الحد مثلا حتى الحد الاخر. داكوغ، هاد الاسبوع هذا شنو غادي تكتب فيه؟ غادي تكتب فيه الحوايج اللي ممكن اللي قادر انت انك ديرهم في اسبوع. غادي تاخذ هذوك الاهداف الكبار، غادي تاخذ منهم جزء من الحاجه. كل حاجه باغي ديرها غادي تاخذ منها واحد الجزء اللي انت قادر ديره في هذه السيمانه الجايه فقط. سيمانه من هنا مثلا، من هذا اليوم الاحد مثلا اليوم حتى الحد الاسبوع الماجي، شنو الحوايج اللي قادر انت ديرهم في هذا الاسبوع فقط. فاش غادي تكتبهم؟ غادي تكتبهم يعني ماشي في داخل كل يوم، لا، ماشي تعمر السيمانه كلها، هذه دائما كنقولها، ما تعمرش السيمانه كلها، عمر فقط كل نهار بوحده. غادي تكتب جميع هذاك الشيء، غادي تكتبه في الظهر ديال الورقه مثلا، غادي تكتب هذوك الاهداف كلهم. من بعد فاش غادي تكتب دوك الاهداف، شنو غادي دير مثلا اليوم مثلا، اليوم في الليل مثلا غادي نكتب غدا اشنو ممكن ندير، هذوك الاهداف اللي خديت ثاني شنو ممكن ندير بهم غدا، شنو الحوايج منهم اللي ممكن غدا نديرهم. مثلا غندير واحد الحاجه واحد الحاجه واحد الحاجه مثلا عندي ثلاثه المهمات غنديرهم غدا فاش غادي نجلس ثاني غادي نختار من بين دوك المهمات، مثلا المهمه والمهمه بي والمهمه سي مثلا، ولا غير جوج مهمات مثلا، غادي ناخذ منهم ثاني طرف من هذه، طرف من هذه. شنو غادي ندير منهم؟ غادي نكتبهم في واحد الورقه صغيره وانا جالس كنبريباري. غادي يعني هذوك الاهداف الكبار غنولي كنحس انني مختزلهم فقط في هذيك الورقه الصغيره، فقط في هذوك المهمات الصغار. غنركز فقط على هذاك الشيء، ما غنبقاش نفكر في واحد المهمه اخرى باقا تابعاني السيمانه الجايه، ما غنفكرش في واحد الهدف باقي كبير، باقي ما نقدرش نوصل ليه دابا، باقي لي سنه ولا سنتين ولا يعني. كنحاول نبدا من شي حاجه كبيره، اهداف كبار، من بعد كندير واحد الاهداف اسبوعيه، من بعد كندير واحد الاهداف يوميه، من بعد كندير واحد الاهداف خاصين بديك الجلسه ديال الدراسه اللي جالس فيها انا، يعني 4 ديال المستويات. كنبداو من مستوى عالي وكنبقاو غاديين كننزلوا حتى نوصلوا لواحد المستوى بسيط جدا كيعتمد فقط على النجاح ديال ديك الجلسه اللي انت جالس كتقراها. داكو، ملي كنديروا هذه الطريقه هذه كتسهل علينا الخدمه. هذا الشيء هذه نصيحه بالنسبه للطلبه ديال الباك، التلاميذ ديال الباك، بالنسبه للطلبه ديال لافاك، بالنسبه لاي واحد باغي يتعلم شي مجال سير انترنت ولا لغات ولا كيف ما كانت. دائما هذه الطريقه هذه يعني كتخليك ما تحسش بداك التشتت،